بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك يفوز على طلائع الجيش 3-1، ولكن الخسارة أكبر من المكسب. خسارة بزيرة النهاردة عملت قلق عند جمهور الزمالك قبل السوبر المصري. وانا اقول حاجه بس، اول حاجه مثلا هنقول ان هو مرهق شويه، بس برضو التحكيم هنا بصراحه التحكيم ما بيحموش زي ما بيحمي لعيبه تانية في انديه تانية. بمجرد الهق والمق على طول الراجل الكره اللي اتصاب فيها دي بيقاتل هنا والراجل بيخش فيه جامد، وبيقاتل هنا وبيخش. وكل الماتشات اللي لعبها كلها بما فيهم ماتش الاهلي يعني تعرض لضرب مبرح، والحكام للاسف ما بتحموش. عشان كده هو اتصاب النهارده من ناحيه الارهاق ومن ناحيه ان الحكام ما بتحموش. يعني حتى اتحسب عليه فاول وكان ممكن يديله انذار كمان. ما الراجل داخل فيه والتاني داخل فيه وفي صراع، ده كأن بيلعبوه مصارعه يعني. فالنهارده الواحد حزين والله ان هو اتصاب النهارده، ولكن قدر الله ما شاء فعل، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. الزمالك بدأ بتشكيل بصراحة أنا كنت متوقع من أحمد رؤوف أو أحمد عبد الرؤوف إن هو يصالح جماهير الزمالك من خلال بعض التغييرات. إيه التغييرات؟ إن أولاً الونش، ما أنت لعبته الشوط الثاني، ليه ما خليتوش يبدأ؟ ده الجمهور كنت اتحفرت في قلبه، قعدت حسام عبد المجيد. كان الجمهور أنت بقيت في قلبه لما أنت هتقعد حسام عبد المجيد، اللي هو أصلاً سواء جدد او ما جددش والله الموضوع ما فارق، بس هو طول المباراه وهو زي يعني لغايه ما خرج الباص غلط، عامل فيها ان هو الثقه وهو مش قادر، وهو اصلا يعني ملطش في كل الكرات اللي هي جات له وبصاها. فانا ما اعرفش انت بدات بيه ليه، وانا قلت لك دي كانت هتبقى هيشيلوها لك جميله جماهير الزمالك، ان انت اول ما جيت قعدته، انما تلعبه وبعد كده تخرجه يلا. ودي حاجه. تاني حاجه دونجا النهارده من نجوم المباراه، بس مش هيلعب لك ماتش السوبر اللي جاي اللي هو اهم من ماتش طلائع الجيش، لانك طلائع الجيش كده كده هتكسب، انما بيراميدز الماتش اللي جاي ده يا عالم يا عالم وربنا يستر يعني. فانت المفروض جهز الاثنين اللي هم هيلعبوا هناك، اللي هو محمد شحاته. وانا ما اعرفش انت طلعته ليه، هل طلعته عشان اتصاب او اشتكى؟ ولو حتى اتصاب ولا اشتكى ما تحط احمد ربيع، حط احمد ربيع عشان ياخد الثقه، لان هو اللي هيلعب الماتش اللي جاي، هو ومحمد شحاته. وعبد الله السعيد لازم يقعد. انا ما اعرفش انت خايف منه ولا ان هو بيلعب عافيه ولا ايه يعني. طب احنا كان الراجل اللي فات واحنا عارفين ان هو اللي كان بيحط التشكيل معاه. طب انت يا عم احمد بقى فين امكانياتك؟ لان انت حطيت احمد ربيع وهتحط مثلا دونجا قدامه ناصر ماهر اللي هو كان النهارده نجم المباراه. فانت في سرعه في الاداء، او محمد شحاته واحمد ربيع وكان قدامهم ناصر ماهر، كنت هتشوف نص الملعب مختلف، لان عبد الله بيموت الكوره. وارجعوا للماتش وشوفوا كل كوره لو اتلعبت لقدام تتقطع، لازم عشان ان هو يضمنها يرجعها يا لحسام عبد المجيد يا لمحمد اسماعيل. فانت بدات بحسام عبد المجيد وبدات بمحمد اسماعيل. لا يا عم، قعد مع حسام عبد المجيد ولعب الونش زي ما لعبت الماتش الشوط الثاني كده. وعندك عمر جابر وعندك بنتايك ماشي، واثنين في نص الملعب احمد ربيع وكان محمد شحاته، وقدامهم ناصر ماهر، وناحيه اليمين بزيره اللي ربنا يشفيه، وانت لعبت بسيف الجزيري، وكان الناحيه الثانيه شيكوبانزا اللي هو جايب جون الماتش اللي فات يا عم، اللي هو نازل في الاول كان مخنوق وبتاع، وبعد كده فك عمل لك صروع، عمل لك كام كوره. يعني الراجل عايز يتعامل معامله، انا قلت لك هو لعيب عشوائي والكلام ده، بس عايز مدرب. المدرب لو اداله الصلاحيات واداله الثقه في نفسه وعدل فيه شويه حاجات، والله يبقى فيرو ناحيه الليفت هيبقى جامد قوي. وهو لعيب جامد قوي بالسبرنت بتاعه، الكره تحت رجليه، بس هي في شويه عشوائيه، ولكن دي عايزه مدرب بس يعامله نفسيا كويس. ناصر ماهر النهارده جاب جونين وكان نجم المباراه. انا ما اعرفش انت مفرط في حقك، وكان زمانك دلوقتي في الحته دي في منتخب مصر يا ناصر. في الحته دي مفيش حد فيها في منتخب مصر.
حتى لو مش هتلعب بس لازم تروح منتخب مصر، يعني حتى لو الراجل مش هيلعبك بس انت لازم كنت هتبقى الهداف دلوقتي. انت جايب جونين النهارده، مضيع واحده في ماتش الاهلي، مضيع واحده في ماتش وادي دجله، مضيع واحده في ماتش المقاولين، في ماتش المصري. يعني لو انت اهتميت شويه بالكور دي كان زمانك هداف الدوري، وكان زمانك دلوقتي بتلعب منتخب حتى لو مش هتلعب اساسي بس بتتاخد من ضمن الناس اللي بتتاخد. كابتن احمد عبد الرؤوف يعني هي بدايه موفقه، ولكن انا قلت لك على شويه الملاحظات دي لو انت عملتها الفتره اللي جايه دي تاكد ان انت هتقعد لاخر الموسم مش هيفكروا في مدرب اجنبي. انما لو انت حاولت تجمل الناس دي فعلى حساب نفسك، انما الناس هترفعك لما انت بتكون محقق العداله الاول بالنسبه للعيبه، الكويس يلعب والكويس والوحش يقعد، ان كل واحد بياخد حقه. الكرة هتيجي، يعني الكرة لوحديها لما اللعيبه دي هتعرف ان في مدرب عادل واقف على الخط يعني بيدي كل واحد حقه، انا بقول لك هتكمل لاخر الموسم مش هيفكروا يجيبوا مدرب. فانت بقى اللعيب زي محمد السيد زي حسام عبد المجيد، وانا بقولها لك بص الجمهور بيعمل عليهم ايه، انت خليك في صف الجمهور، والله الجمهور هيحطك في قلبه بعد ما تقعد الناس دي سواء جددوا او ما جددوش. بس انت ادي الواحد يعني زي الونش ولا صلاح مصدق، الناس دي جعانه كوره وعايزه تلعب وعايزه تاخد، انما التاني عمال ايه يا عم في ايه مش عايزين نقول لفظ بقى عشان ما نتوقفش. المهم يعني، وعندك عبد الله السعيد يقعد نزله اخر ربع ساعه اخر تلت ساعه استفاد منه، واخد بالك. شيكوبانزا ده ما يقعدش. عندك دلوقتي عدي النهارده جاب جون جميل جدا، الجون الثالث من بدايه من فتوح ثم بنتايج ثم عدي. فاعتقد ان انت لو ارسيت بس مبدا العداله وقلبت وشك شويه على بعض اللعيبه والله العظيم هتكمل للموسم وهتبقى انت اللي مدرب الزمالك في الازمات، هيبقى انت رقم واحد لو هم جابوا حتى مدرب اجنبي. كلمه بس عايزين نقولها، يعني محمد عاطف ده اللي جاب في الزمالك الجون النهارده اللي هو من فاول وحطه بدماغه، الراجل ده كان بيقعد لزيزو يا جدعان وكانوا بيطلعوه بره السكور عشان ما يخوفش زيزو ولا اللي هو ينافس زيزو، ومحدش يقول لي لا ده فين، لا والله العظيم امكانياته اعلى من زيزو، لان هو اللي كان في طنطا لما صعدت هو اللي كان مصعدها ولسه لعيب صغير، يعني ده يبقى امل النادي، بيعرف يجيب جون بيعرف يعمل جون، لعيب كويس كنت انت المفروض تصبر عليه. بس انتوا خفتوا عشان ايه؟ اصل زيزو هيجدد فاحنا مش عايزين ايه نقعد الراجل ده، اصل في شيكابالا كمان يا عم ده كان امل النادي، ده اهم في الفتره اللي جايه، كان هيبقى اهم من الاثنين لان الاثنين خلاص مروحين وده اللي جاي، فانت كنت المفروض تديله الثقه وتديله اكتر من كده. نزل جاب فيه الجون النهارده علاني وكان هيجيب الجون الثاني وقلب المباراه بقى اخر ربع ساعه ولا تلت ساعه طلائع الجيش هو اللي مسيطر وهو اللي اخطر وهو اللي مضيع. فكلام بنقوله بس يا ريت لو هو اعاره ترجعوه بقى من السنه اللي جايه، وده لما يقعد لبيزيرا غير لما يقعد لاي حد تاني، بيزيرا وشيكابالا، انما كان يقعد لاي حد تاني والله كان حرام. على العموم مبروك لنادي الزمالك وحظ اوفر لطلائع الجيش، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم.